اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. معاكم اميره سلامه، والنهارده ان شاء الله هنعمل الطبق القمر ده. طبق ينفعك في العزومات جدا، حلو وشيك وكمان بسيط. شايفين شكله حلو قوي وطعمه حلو جدا جدا لعشاق السمك طبعا. شايفين لونه حلو وكمان مستوي وطعمه تحفه، هيبقى احلى كمان منكم. يلا بينا نعمل الرز. عندي هنا حلة على النار، هحط فيها معلقة من الزيت، معلقة من السمنة، يعني حوالي معلقتين من الزيت، معلقة من السمنة، بصلاية متقطعة مكعبات. هفضل اشوح فيها لغاية ما تاخد لون بني. ده الرز الصيادية الاصلي يا جماعة. هحط الملح والكمون وحبة من الفلفل، بس كده. هشوح بقى. شايفين خد لون دهبي معانا غامق اهو. هكون انا غاسلة الرز ومصفياه. هحط بقى الرز، طبعا الكمية اللي ترجع لكم، اللي انتوا حابينه على قد عدد افرادكم اعملوه. كده شوحت فيه كويس لغايه اما اتغلف كله بالسمنه وبالزيت عشان يبقى مفلفل معايا. هكون مجهزه ميه مغليه وازوده على طول. بزود الرز بيبقى اعلى عقله صباع كده نسبه الميه. هغطيه لغايه اما يغلي، واول ما يغلي ههدي عليه خالص واديله تقليبه ويستوي براحته بقى. يلا بينا نعمل السمك. عندي هنا دي بسارية، شلت الراس بتاعتها ونضفتها ونقعتها، والسمك برضو فتحته ونضفته ونقعته في ميه وخل وليمون. انا بملح السمك يا جماعه ملح وفلفل وكمون بس، ما بحبش الثوم والشطه لان بيتحرق في الزيت وبيبقى شكله مش الطف حاجه. عندي هنا خلطه التغليف اللي هي عباره عن كل كوبايه دقيق ليها معلقه كبيره من النشا على حسب الكميه بقى اللي انت هتحتاجيها. وحطيت كركم، نص معلقه صغيره من الكركم والملح والفلفل والكمون. تبلت كده السمك سهل وبسيط خالص وحطيته في زيت مغلي. هحط هنا بقى البسارية في الدقيق كله واقلبها كده بمعلقه، بلاش بالايد عشان ما تتعجنش وتلزق في بعضها، لغايه ما تتغلف كلها كده وتكون كل واحده لوحدها كده عشان تبقى مفلفله وحلوه. وهكون مجهزه معايا طبق تاني ومصفى عشان اقلبها فيها والدقيق ينزل من المصفى زي ما واضح قدامكم كده. ههزها بقى كويس وافضل ارفعها لفوق كده عشان كل الدقيق ينزل تحت في الطبق وتبقى مفلفله معايا. شايفين اهي كل واحده لوحدها ما لزقتش في بعضها ولا اي حاجه. هركنها بقى على جنب لغايه اما السمك البلطي يتحمر معايا. طبعا الخطوه دي ممكن تاخديها في السمك المكرونه برضو بيبقى حلو جدا. وطبعا الدقيق ده مش هرميه، انا هشيله الوصفه التانية للسمك، مش هنرمي حاجه يعني. شايفين السمك خد لون حلو، الكركم بيديله لون حلو ما بيأثرش في الطعم خالص. وهنا الرز استوى معايا اهو، لونه ذهبي وجميل جدا كده. خلاص السمك اتحمر، نشيله بقى ونحط غيره. الزيت مش كتير ولا حاجه يعني، ما تقلقوش مش تستهلكوا زيت كتير. والسمك انا عامله فيه فتحات كده عشان هو ما شاء الله اللهم بارك كان حجمه كبير، فعشان يستوي وفي نفس الوقت بتدي شكل حلو وقرمشه. والنشا برضو بتدي طبقه قرمشه حلوه للسمك. هحط بقى هنا كده البسارية، مش هقلبها على طول غير لما تتحمر من تحت عشان ما تتهرش معايا وتتعجن زي ما واضح قدامكم كده. سهل وبسيط خالص خالص. في نص ساعة هتقومي تجهزيه مع طبق سلطة وبالهنا في الشفا. شايفين شكله حلو قوي. انا حطيت الرز وحطيت فوقه السمك وحواليه البسارية كده. لو عندك عزومة هترصي الطبق ده وبألف هنا. لو وصلتي معايا للحتة دي ما تنسيش بالله عليك تحطي لايك وكومنت حلو منك، وتضغطي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. واستنوني في وصفات جاية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.